السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني كتير. بصوا النهارده انا حبيت قمت من النوم كده، ما كنتش عارفه اعمل فطار ايه، فهبت في دماغي اقوم اعمل الفطار ده بصراحه. جبت هنا عيش عادي من بتاعنا اللي احنا بنجيبه من اي فرن، وفتحته كده حته زنططه بالسكينه، وحطيت بطاطس. كنت قلياها ومقطعه خيار وطماطم، وحطيت بطاطس وبعدين خيار وطماطم، وحطيت هنا مستردة وعليها كاتشب، وعندي كيس جبنة موتزاريلا دار عليه الزمن، كان مرمي في الفريزر، قلت اطلعه يا بت واستعمله. طلعته، هحط منه على الحاجة اللي انا حطاها دي. المهم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تعملوا له متابعة واكسبلور وكومنتات حلوة بقى، وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات بقى. هنا بصوا انا لفيته ازاي، هعمله زي نظام الكريب. بصوا انا لفيته ازاي، لفيته كده وسبته. بصوا شكله جميل قوي، وكان طعمه جميل قوي على فكرة. بالظبط كده اهو. وهسيبه بقى. ده اخر واحد بقى. بصوا انا عملت ايه، يعني غيرت برضه عشان ما يبقاش المنظر واحد. جبتهم كده بالطول، وهحط برضو الخيار والطماطم والكاتشب والمايونيز والجبنه، وهلفه بقى ايه زي السندوتش السوري كده. شايفين؟ لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي في الكومنتات ما تنسوش. هنا حطيت الجبنه الموتزاريلا وهلفه بقى. شايفين انا لفيته ازاي كده اهو، بس كده. وهحطهم بقى، هجيب التوستر بتاعي وهحطهم فيه. هنا انا جبت التوستر اهو، هبدأ بقى احط بقى ايه فيه. لو وصلتوا ما تنسوش تصلوا لي على النبي في الكومنتات، واكتبوا لي بقى تعليقات حلوه كده زيكم. ولو عايزين نجرب معاكم حاجه قولوا لي في التعليقات. كده انا هعملهم. ده كان منظر السندوتشات بعد ما طلعت معايا. بصراحه كان طعمها جميل، وتغيير، الواحد بيحب التغيير برضو في الفطار، مش على طول جبن 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 يعني. الحمد لله على كل حال طبعا. وكده كانت السندوتشات خلصت معايا، وبألف هنا. اتفضلوا معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. سلام.